مفيش في مرة سألت نفسك يا ترى روسيا والصين ما ساعدوش إيران ليه؟ خصوصا إن هم حلفاء لإيران. يعني مثلا ما سمعناش إنه حد منهم ادالها نووي جاهز أو ادالها يورانيوم مخصب جاهز. تعال بقى أنا اللي هجاوبك على السؤال ده. بص يا سيدي، مهما وصلت تحالفات دول العالم الثاني مع دول العالم الأول، مهما وصلت ففي شيء أعضاء دول العالم الأول عمرها ما هتمنحه أو هتديه لعالم الدول الثاني أو الثالث. يمكن تكون مش فاهم كويس، هبسطها لك. بص يا سيدي، العالم منقسم لعالم الدول الأول وعالم الدول الثاني وعالم الدول الثالث اللي هم الثلاث مستويات. بص يا سيدي، دول العالم الأول هي الدول ذات السيادة الاقتصادية والعسكرية على مستوى العالم، يعني أقوى اقتصاد عالمي واقوى قوه عسكريه وخاصه القوه النوويه. الدول دي هي اللي بتمتلك القوه النوويه في العالم. اما بالنسبه لدول العالم الثاني فهي دول متوسطه، يعني تقدر تدافع عن نفسها عسكريا، لكن ما تقدرش تخوض حروب وحروب قويه كمان، خاصه الحروب النوويه. واقتصاديا فهي برضه متوسطه. اما دول العالم الثالث فهي الدول اللي تقدر تقول على كده، انا مش هقول الدول المتخلفه، ما ينفعش نقول ان احنا الدول المتخلفه دول العالم الثالث، انا اقدر اقول الدول اللي على كدها خالص خالص. اعتقد كده انه الصوره وضحت بالنسبه لك. طيب ايه علاقه ده كله بسؤال ليه روسيا والصين ما ساعدوش ايران؟ فاللي انا عايز اوصله لك انه الدول العظمى مهما اختلفوا فهم متفقين في حاجه واحده بس. الحاجه دي هي عدم امتلاك دول العالم الثاني لاسلحه نوويه، واعتقد انك انت كده فهمت.